يسقط يسقط حكم العسكر. ايوه بتهدف ضد العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. الداخلية يا بلطجية. 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 مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة للأحداث المصرية، خصوصا خروج مظاهرات ومسيرات حاشدة اليوم، حيث لبى آلاف المصريين في محافظات مختلفة دعوة تحالف دعم الشرعية للخروج في مظاهرات تحت شعار مصر ضد الانقلاب. ويطالب المتظاهرون والمعتصمون بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة. وهذه الصور مباشرة من ميدان رابعة العدوية، حيث يحتشد الآلاف كما أسلفت للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. إذن انطلقت عشرات المسيرات في العديد من المحافظات المصرية بما فيها العاصمة القاهرة، طبعا تلبية لدعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر تحت شعار مصر ضد الانقلاب. وتوافدت العديد من المسيرات لميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، وذلك رغم تهديد وزارة الداخلية بفض الاعتصامات. ففي ميدان رابعة العدوية بالقاهرة يواصل مؤيدو مرسي اعتصامهم رغم إعلان وزارة الداخلية عن بدء إجراءات فض الاعتصامين، وقد ندد المعتصمون بما سموه الانقلاب العسكري. كما خرج مؤيدو مرسي في مظاهرة حاشدة من مسجد الفتح في رمسيس إلى رابعة العدوية، ورددوا نداءات بإعادة الرئيس المعزول، كما حملوا لافتات تعلن سلمية احتجاجاتهم. وفي مدينة الإسكندرية خرج آلاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في مسيرة جابت شوارع رئيسية فيها للمطالبة مما وصفوه بإعادة الشرعية والتنديد بما سموه الانقلاب العسكري عليها. وفي أسيوط نزل إلى الشوارع آلاف من مؤيدي مرسي يطالبون بإعادته إلى منصبه، ونظم المحتجون مسيرات رفعوا خلالها صور مرسي ولافتات تنادي بإعادته. وفي محافظة الشرقية نظم العديد من المواطنين وقفة احتجاجية في مدينة الزقازيق نددوا فيها بما أسموه مسرحية إسقاط الرئيس المنتخب، وهتفوا بشعارات تنادي بسقوط ما أسموه حكم العسكر.